أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة. حلقتنا اليوم راح تكون عن مباراة برشلونة والميريا. زي ما حكيت لكم نزلت ريلز ونزلت شورت على اليوتيوب عن مباراة الميريا وبرشلونة بأنه مستحيل أو صعب برشلونة يخسر في المباراة. ليه؟ لأنه حكيت أنه الميريا بالمركز الأخير في الدوري ومستقبل تقريبا 39 جول، يعني أموره سيئة، فكان من الواضح أنه برشلونة راح يفوز هالمباراة. بس هلا شو اللي صار؟ ونحن طب يعني جد 3-2؟ يعني معقول أنت كبرشلونة تفوز على الميريا 3-2 وأضعف فريق في الدوري وأكثر فريق ماكل جوال في الدوري ومش فايز ولا مباراة؟ كان راح يتعادل معك وحتى حيفوزك. شو اسبابها كانت؟ اسبابها كانت انه اللاعبين مستهترة ولا فارقة عندها اشي وحالة زي الزفت. بتحمل لوم المدرب هالمرة؟ لا خلاص بكفي، ضلنا نحكي تشافي الحق على تشافي، مش الحق عليه في المباراة هاي ومعظم المباريات مش الحق عليه. اللعيبة زبايل حثالي. عندك الحق في الجول على انياكي بين، حق الثاني الجول الثاني اللي طلع وما فيش تخاطب بينه وبين اراخو، مش فاهمين على بعض، طلع من غير ما ليس. والجول الاول خطأ دفاعي كارثي زي الكلب. اما الاشي الحلو في المباراة كان كيف انه لعيبة برشلونة هيك في الشوط الثاني تحولوا وصاروا غيلان، يتحولوا لفريق ثاني. فهذا كان اشي كويس صار عشان يقدروا او يصحوا من المباراة اللي كانوا فيها في الشوط الأول. لانه صراحة هي المباراة عبارة عن مباراتين، الشوط الاول مباراة والشوط الثاني مباراة. فيعني لا، كانوا خرا في الشوط الاول كانوا مناح في الشوط الثاني. قدر برشلونة يفوز على الميريا 3-2. كانت مباراة سهلة، برشلونة صعبها حاله بالأخطاء الغبية صراحة اللي عملوها، خلوهم يفوزوا 3-2، ولا هي المفروض اكثر من هيك. وعندك ليفاندوفسكي عم بضيع هجمات، صار كثير عم يعني في فرص ضائعه كثير من ليفا، صعبت عليه المباراه او صعبت على برشلونه المباراه. وهلا الزلمه انا بقول لكم هو داخل في وضع مأساوي بينه وبين حاله، انه اوف انا ليفاندوفسكي مش عارف اجيب اجوال ياي. فبتمنى انه بعد التوقف او بعد العطله اللي حيكون فيها برشلونه او الانديه، نقدر عطله الانديه، برشلونه يرجع بنفسيه احسن ويعني ويشوفوا شو صار معاهم في النص الاول من الدوري عشان يصحوا شوي. اما بخصوص المجمل كلاعيبه، عندك انا يعني انا انبسطت من جمهور برشلونه كيف دعم روميو وخلاه يقدم مباراه كويسه نوعا ما في المباراه هاي، او يعني يعمل اشي كويس، يعطي دافع منيح. اراخو مستواه نازل. مين كمان؟ فيرمين لوبيز انا كان جيد صراحه بالنسبه لي. رافينيا كان جيد. فيليكس وتحسن كثير الهجوم لما نزل فيران توريس. يعني هاد دائما بحكي انا لما ينزل فيران توريس من الاحتياط عم بعطي اشي كويس. وليفاندوفسكي لساته نفس الشيء، بضيع كثير وحالته حاله، بس هالمره كانت تمركزاته منيح. مش راح احكي على اللي جاب الجوال لانه مستثنى. ابن 66 هذاك لاسباب كثيره، ولاسباب انه داعم الاولاد النايمه ولا اخره. فالمباراه مش مبسوط منها بصراحه لانه هو سبب في الفوز، عادي جدا. ف بس بتمنى انه برشلونة يرجع في الجزء الثاني في هذه المباراة في هذا الموسم بالتحديد صاحي، ويركز يرجع على اللي عمله ويصلح من اغلاط. اهم شيء يصلح من اخطائه لانه بيقدروا، ولسه الدوري باوله، نص الدوري راح، فضل النص الثاني، فلسه بامكان برشلونة يتدارك هذا الموضوع. بس حلقة خفيفة سريعة لطيفة حكينا فيها شوي عن المباراة، مش تفصيلية لانه انا جاي هون نتسل مش نحكي تفصيلية. فلا تنسوا تعملوا لايك شير وسبسكرايب. لينك الانستغرام تابعونا عليه، بننزل كل شيء عليه. نراكم في حلقة قادمة. سلام.